وبكده اكون خلصت معاكم العجة اللي بالبيض والبصل والخضروات. طبعا المقدار اللي انا قلت لكم عليه عمل معايا الصينيتين، صينيه كبيره 30 في 20 وصينيه تاني صغيره بالشكل ده. طبعا انا بحب اعملها رفيعه شويه، السمك بتاعها بيبقى رفيع شويه. عملت معاها جرجير، طبعا اي حد عنده نقص في الحديد يحاول ان هو ياكل الجرجير ويعصر عليه الليمون بالشكل ده. وحطيت معاه كمان زيتون مخلل اللي انا كنت عاملاه في القناه معاكم. بتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم ان شاء الله ادعموني بلايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا. يلا نشوف الطريقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده العجه اللي بالخضره والبيض اللي بتتحط في الفرن. عندي هنا كام طماطمايه متقطعه حتت صغيره خالص، وعندي هنا 3 حزم من الخضره، شبت وكزبره وبقدونس، وعندي هنا البيض حسب الصينيه اللي انت هتعمليها. انا هعمل هنا صينيتين يكونوا متوسطتين. عندي هنا حوالي 10 بيضات او 11 بيضه. وعندي هنا بصل، العجه بتحب البصل والخضره كتير. وعندي هنا في دقيق، وفي عندي هنا قرن فلفل او قرنين فلفل رومي متقطع. لو انت عايزاها سبايسي ممكن تحطي ايه الفلفل اللي هو الحراق. عندي هنا البهارات ملح وفلفل ومعلقتين كمون كبار عشان انا قلت لكم هعمل صينيتين. وعندي هنا كمان معلقتين كزبره ناشفه. وفي عندي معلقه من الكربونات اللي هو البيكربونات اللي هو بتاع الحلويات اللي هو الكوكس او تاج الملوك. انا حطيت كيس او انت ممكن تجيبي معلقه. كده المكونات اللي عندي، يلا بينا علشان نشتغل على النار. هنا حطيت صينيه على النار وحطيت فيها معلقتين زبده كبار وشويه ملح بسيطه كده عشان بس البصل. هنزل بالبصل بتاعي اللي انا مقطعاه كده علشان اشوحه بالشكل لحد بس ما يدبل معايا. عندي هنا البصله خلاص دبلت بالشكل ده معايا. هنزل عليها بقى بالطماطم، هديها برضو تشويحتين كده لحد ما يبقوا مع بعض دبلانين، 3-4 تشويحات كده مع بعض بالشكل ده. عندي هنا البصل والطماطم بعد ما دبلوا كده معانا شويه، هطفي بقى عليهم واسيبهم لحد ما يبردوا خالص عشان هنحط عليهم البيض. انا طبعا البيض ضربته كويس جدا كده قبل ما احط فيه اي حاجه عشان ميبقاش فيه اي تكتلات بالشكل ده. هحط بقى على البيض البهارات بتاعتي اللي هي الملح والفلفل والكمون والكزبره الناشفه ومعلقه الكربونات او البيكربونات اللي هي بتاعه الحلويات من بيكنج باودر، واقلب كده كويس عشان ادخل كل البهارات بتاعتي في قلب البيض علشان ما يبقاش فيه اي كلكعه في اي حاجه من اللي اتحطت. نحاول نقلب كويس جدا، كل حاجه تحطيها قلبيها كويس كده عشان ما يبقاش فيه اي كلكعه خالص. بعد كده احط الدقيق اللي عندي. طبعا انا عندي هنا حطيت نص كوبايه على كل صينيه، فدي كوبايه كده. هقلبها كويس جدا كده في قلب البيض والبهارات بتاعتي، وحاولي ما يبقاش فيها اي كلاكيع خالص. هنا قلبتها كويس جدا لحد ما ما بقاش فيها اي تكتلات خالص. لو حسيتي انها تقيله شويه بالشكل ده مفيش اي مشاكل خالص، ممكن تحطي حبه لبن. هنا بيبقى عندي البيض قليل شويه، انما لو كانت مش تقيله كده مفيش اي مشاكل برضو، ممكن تستغني عن حبه اللبن اللي انت حطيتيها. فكله في ايدينا، مفيش حاجه توقفني عندي هنا خلاص. احط بقى الفلفل الرومي، لو حباها تبقى حراقه ممكن تحطي قرن فلفل حراق. وعندي هنا الخضره بتاعتي كلها هحطها برضو بالشكل ده على الخليط بتاعي.
وابتدي ان انا اقلب كويس لحد برضو ما تبقى ايه كلها متجانسه في قلب بعضها. طبعا كل ده واحنا سايبين البصل والطماطم بيبردوا على النار، عشان خاطر ايه لو حطينا عليهم المقدار بتاع البيض بالدقيق ممكن تمسك في قلب بعضها وما تدينيش النتيجه اللي انا عايزاها، فخليها تبرد على قد ما تقدري. عندي هنا خلاص الطماطم بالبصل بالشكل ده كده خلاص بردت، عشان اقدر احط عليها المكونات التانية اللي هي البيض والدقيق والخضرة والبهارات بتاعتي كلها. احطها كده عليها وابتدي اقلبها كويس جدا عشان ادخل كل المكونات في قلب بعضها كده. وهتدوقي طبعا الحدق بتاعها قبل ما تحطيها في قلب الصينية وتدخليها الفرن. الصينية جبتها كأنك بتعملي كيكة بالظبط، دهنتها شوية من الزيت او من الزبدة وبطنتها بسنة من الدقيق. هنبتدي نحط بقى الخليط بتاعنا كده في الصينية بالشكل ده. زي ما قلت لكم انا عامله صينيتين، المقدار ده كله كده صينيتين. متحاوليش تخليها تخينه قوي عشان لما تيجي تاكليها تبقى ايه متوسطه، لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. وتعمليها كده في الصينيه لحد ما تحسي المقدار معاكي كده تمام. تكوني مولعه طبعا الفرن قبلها بشويه علشان تطلع معاكي مظبوطه اول ما تدخل الفرن. طبعا انا مش عاملاها سبايسي، فحطيت الفلفل ده بحيث ان اللي عايز ياكلها سبايسي ممكن ياخد قرن فلفل كده وياكله من على الوش بالشكل ده. هدخلها الفرن كده. صينيه العجه معايا طلعت من الفرن بالشكل ده. ابتدي اطلع معاكم حته كده منها، بصوا عامله ازاي. ما تخليهاش اعلى من كده لانها ما بتديكيش الطعم اللي انت عاوزاه، انما كده بيديكي الطعم الحلو اللي انت عاوزاه. بصوا كمان لما بتبقوا فاتحينها من جوه طعمها جميل جدا وهيعجبكم قوي. ان شاء الله تعتمدوا الطريقه. هنحطها دلوقتي في الاطباق، نقطعها ونحطها في الاطباق.